يا صباح الحلويات. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الكريم ونشوف عملنا الحاجة الجميلة دي قوي قوي من شوية حاجات مركونة في التلاجة عندنا. تعالي اوريكي جميلة وطعم قد ايه. اولا ده كان مارشميلو انا كنت عملته، الله يسامحك يا حورية، الله يسامحك يا حورية، عملت المارشميلو وطلع سايح خالص. طبعا مش هنرميه، ما مسكش، مش عارفة انا في حاجة غلط عملتها، ما مسكش خالص، فانا شلته في التلاجة عندي. جبت عندي دي بواقي كيك الكوسه اللي كنت عاملاها وشويه بسبوسه اتركنوا. طبعا في كل تلاجة لازم يتبقى طبق كده من كل حاجة خلاص بتنشف شوية. لا احنا مش هنرميها. خدتها عجنتها كلها، حطيت لها شوية مربى عشان اطري بس ال- العجينة او الحاجة اللي انا عملتها دي، الفرافيت والبواقي اللي انا عملتها طريتها بشوية معلقتين من المربى بس، وعملتها رول زي ما انت شايفه كده، وحشيتها المارشميلو السايح بتاع حوريه. فانا هعمل بقى ايه، في ترند طلع جديد يا جماعه. آه، الحاجه اللي معموله دي كانت بسكوت ولا كيك ولا إن كانت ايا كان يعني، معموله على هيئه فرع شجره. طيب انا هعمل فرع الشجره ده بس بالحاجات اللي باقيه عندي في التلاجة. والمارشميلو اللي ساح ده هو طعمه حلو قوي، طعمه مارشميلو بصراحه، بس ساح يعني مش ماسك نفسه، مش ناشف يعني. فاكيد انا في حاجه فاتتني، فبيحصل كتير وارد يعني، والحاجات دي مش احنا مش هنرميها، احنا هنخترع. فدي يعني ام الاختراع يعني، احنا كمصريات مفيش حاجه تقف في ايدينا بصراحه. اي ست مصريه شاطره بتعرف تعالج اي حاجه عندها طالما طعمها حلو، مفيش مشكله خالص. نعمه يعني، ربنا يحاسبنا عليها ما نرميهاش. وعملت هنا الترند اللي شكله بفرع الشجره ده، وطلع طعمه حلو قوي على فكره، طعم جميل، لان البسبوسه فيها حاجات كتيره، فيها جوز هند وفيها زبيب وفيها حاجات حلوة يعني، طعمها حلو وسوداني وعندك هنا الكيك كان برضو غني وكان عليه صوص شوكولاتة، فكان بصراحة الحاجة طعمها حلو، طلعت الحاجة معايا طعمها حلو قوي. فربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب، وتعملوا كده ويكون الفيديو عجبكم وتعملوا زيي، واشوفكم على خير. باي باي.